بيبدأ المسلسل سنة 1919 بشخص اسمه توماس شيلبي، وبيكون بيتمشى بالحصان بتاعه في مدينة بريمنجهام، وبيكون واضح ان كل اهل المدينة خايفين منه وكلهم بيتجنبوه وبيبعدوا عن طريقه. وبنعرف ان توماس شيلبي واخواته هم زعماء عصابة كبيرة ومعروفة باسم عصابة البيكي بليندرز، وتوماس واخواته بيكونوا لسه راجعين للمدينة بعد ما كانوا بيخدموا في الجيش الانجليزي اثناء الحرب العالمية الاولى. وطبعا الجثث والدم اللي شافوها في الحرب اثرت فيهم كلهم وغيرتهم، واكتر واحد الحرب اثرت فيه هو توماس. وتوماس بقى شخص دايما صامت وما بيتكلمش كتير وبيحب العزلة والوحدة، وكمان الحرب خلته شخص عنيف جدا لدرجة ان هو بيحاول يتمالك نفسه طول الوقت. وبيكون اخو توماس الكبير واللي اسمه ارثر شيلبي هو زعيم العصابة، لكن ارثر بيكون مجرد شكل قدام الناس، والشخص اللي بيقود العصابة بشكل فعلي هو توماس. وبعدها بنشوف اجتماع لأسرة شيلبي، وبيكون توماس وأرثر أخوه موجودين في الاجتماع، وأختهم إيدا شيلبي بتكون موجودة، وكمان بتكون العمة بولي موجودة في الاجتماع ده. وبنعرف ان بولي دي هي اللي كانت بتهتم بكل حاجة لما الرجالة كانوا في الحرب، وبيعتبروها فرد من الأسرة ومن العصابة، وكلامها بيمشي على الكل. والسبب الاجتماع ده بيكون ان أرثر سمع ان في مفتش شرطة كبير اسمه كامبل، ومفتش الشرطة اللي اسمه كامبل ده جاي للمدينة بتاعتهم، وبيكون جاي بأمر من الحكومة الإنجليزية بذات نفسها. وأول ما توماس بيعرف كده بيرتبك شوية، والعمة بولي بتلاحظ ارتباكه لكن مش بتتكلم. وبعد الاجتماع بولي بتستدعي توماس علشان تتكلم معاه على انفراد، وبتقوله إن هي متأكدة إن هو مخبي حاجة عليهم، وبتطلب منه يقول لها هو مخبي إيه. فبيعترف لها توماس ان هو من كام يوم بعت مجموعة من رجالته يسرقوا بضاعة من المينا، لكن رجالته كانوا سكرانين، وبدل ما يسرقوا البضاعة اللي قال لهم عليها سرقوا صناديق تخص الحكومة الانجليزية. وكمان مش اي صناديق، لان الصناديق اللي سرقوها دي فيها عدد كبير جدا من الاسلحة والذخيرة اللي تخص الحكومة، وان اكيد المفتش كامبل اللي جاي للمدينة ده جاي علشان يحقق في موضوع الاسلحة اللي اتسرقت من الحكومة. واول ما بولي بتعرف كده بتتعصب وبتضرب توماس، وبتسأله هل اتخلص من الاسلحة دي ورماها ولا لسه موجودة معاه. فبيقول لها ان الاسلحة دي لسه معاه وان هو مخبيها في مخزن قديم. فبتأمره بولي ان هو يرمي الاسلحة دي في مكان قريب من اسم الشرطة علشان الشرطة تلاقيها وما تحصلش مشاكل. فبيقول لها توماس ان هو هيرمي الاسلحة دي بعد كام يوم، وبيطمنها ان المشكلة هتتحل خلاص. وفي نفس الوقت ده بنشوف ايدا اخت توماس وهي رايحه تقابل حبيبها وبيكون اسمه فريدي، وبيبان ان هم مرتبطين في السر ومحدش يعرف بعلاقتهم، وده علشان فريدي شخص مؤمن بالفكر الشيوعي، وفي مشاكل كتير بينه وبين اخوات ايدا خصوصا توماس، ولو اخوات ايدا عرفوا بالعلاقه دي هيخلصوا عليها وعليه. وعلشان ايدا بتحبه ومرتبطة بيه في السر ومعتقدة ان هو كمان بيحبها، لكن فريدي بيكون بيخدعها ومرتبط بيها علشان يعرف منها اخبار اخواتها واخبار العصابة مش اكتر. ولما بيجي تاني يوم بيوصل المفتش كامبل لقسم شرطة المدينة، وبيتكلم كامبل مع الضباط اللي هناك وبيعرفهم ان هو هيبقى رئيسهم الفترة دي، وبيكلمهم كامبل بطريقة وحشة وباحتقار لان هم بياخدوا رشاوى من العصابات والمجرمين اللي في المدينة وسايبين المدينة مليانة فساد. وبيقول لهم كامبل ان وقت الفساد انتهى، وانه طول ما هم شغالين معاه هيلتزموا باوامره وهيوقفوا الفساد اللي كانوا بيعملوه قبل ما هو يجي. وكمان بيعرفهم ان هو جاب مجموعة عساكر جداد علشان يخدموه لان هو مش بيثق في اي حد فيهم. وبعد ما بيخلص كلامه بيأمرهم يبدأوا شغل فورا، وبيكون واضح ان هو شخص صعب جدا. وبعدها بنشوف مجموعة من عساكر كامبل وهم رايحين يقبضوا على ارثر، وبياخدوه لمكان فاضي وبيفضلوا يضربوا فيه ويعذبوه. ولما بيخلصوا تعذيب فيه بيجي كامبل يقابله وبيعرفه بنفسه، وبيسأله كامبل عن عملية السرقة ومكان الأسلحة اللي اتسرقت من الحكومة، لأن كامبل بيكون متأكد تماما إن البيكي بليندرز هم اللي ورا سرقة الأسلحة، وعلشان كده هو بعت يجيب رئيس عصابة البيكي بليندرز واللي هو أرثر. ولكن هو ما يعرفش إن أرثر مجرد صورة ورئيس العصابة الحقيقي هو توماس. وبيفضل كامبل يسأل أرثر عن مكان الأسلحة، وأرثر بيفضل يقول له إن هو ما يعرفش أي حاجة. فبخبرة كامبل بيقدر يعرف إن أرثر ما بيكدبش عليه وإن هو فعلا ما يعرفش حاجة عن السرقة دي. وعلشان كده بيعرض كامبل على أرثر إن هو وعصابته يساعدوه يلاقي الأسلحة دي في أقرب وقت، وبيوضح له كامبل إن هو لو ما تعاونش معاه هيخلص عليهم كلهم في لمح البصر. وبيسيبه بعد كده كامبل وبيمشي. وبعدها بنشوف توماس وهو رايح يشتري ازازة كحول من الحانة اللي في المدينة، وهناك بيقابل توماس بنت جديدة لسه شغالة في الحانة واسمها جريس. فبينبهر توماس بيها وبجمالها، وما بيكونش عارف ايه اللي جاب بنت جميلة بالمنظر ده للمدينة الفاسدة دي وكمان تشتغل في الحانة دي. لكن ما بيهتمش توماس قوي وبياخد الازازة منها وبيمشي، وده لان هو بيكون واخد الازازة دي لأرثر بعد ما
ورجع لهم طبعا وهو متبهدل وحالته صعبة، وقال لهم أرثر على كل حاجة حصلت معاه، وبيسأل إخواته لو حد منهم يعرف بموضوع السرقة ده. ورغم كده توماس ما بيتكلمش ومش بيقول لإخواته إن هو اللي سرق الأسلحة، وبيفضل ساكت لنهاية الاجتماع. ولما بيجي الليل بيروح توماس لرجالته وبيقول لهم إن هو غير الخطة، لأن هو كان أمرهم يرموا الأسلحة في مكان قريب من الشرطة زي ما بولي كانت نصحته، لكن هو بيغير رأيه وبيأمرهم يسيبوا الأسلحة في المخزن وما يرموهاش. فبيتناقش معاه واحد من رجالته وبيقول له إن الحكومة بعت مفتش قوي وعدد كبير جدا من العساكر عشان يلاقوا الأسلحة دي، وإن فكرة إن هو يحتفظ بالأسلحة دي مش هتمر مرور الكرام زي ما هو معتقد. لكن توماس بيفضل مصمم على كلامه في الاحتفاظ بالأسلحة وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بنشوف المفتش كامبل وهو رايح يقابل جريس اللي شغالة جديد في الحانة، وبيتضح هنا إن هي بتشتغل لحسابه، وهو اللي بعتها تشتغل في الحانة دي علشان تعرف أكتر عن العصابات والمجرمين وتنقله طبعا للأخبار. فبيسألها كامبل لو عرفت أي حاجة، فبتقول له جريس إن هي لسه بتحاول تستقر وما قدرتش توصل لأي معلومة، لكن هي حاسة إن توماس هو اللي بيتحكم في البيكي بليندرز وهو الزعيم الحقيقي بتاع العصابة، مش اخوه كبير زي ما هو معتقد، لان اخوه ارثر غبي على ان هو يكون زعيم العصابه. وبتقول له ان هي هتحاول تراقب توماس وتعرف عنه معلومات اكتر. فبيقول لها كامبل ما تنساش تبلغه باي حاجه جديده لو عرفتها، وبيسيبها وبيمشي. وبيجي الليل وبولي بتستدعي توماس وبتساله لو اتخلص من الاسلحه زي ما قالت له، فبيطمنها وبيكذب عليها وبيقول لها ان هو عمل الصح وتخلص من الاسلحه، وبيودعها وبيمشي. وتاني يوم بيكون ارثر وتوماس وباقي اخواتهم رايحين يتكلموا مع عصابه تانيه في المنطقه، وده لان في خلاف قديم بينهم، والمفروض ان ارثر بيكون واخد اخواته ورايحين يحلوا الخلاف ده. فبيروحوا يقابلوا العصابة التانية وبيبدأوا يتكلموا، لكن في واحد من العصابة التانية بيبدأ يتكلم مع أرثر بطريقة مش كويسة وبيبدأ يقلل منه، وبيقول عليه إن هو تابع لتوماس أخوه الصغير، وعلشان كده بتقوم خناقة بينهم كلهم، وتوماس وإخواته بيقدروا يضربوا كل أفراد العصابة التانية. ولما بيخلصوا بياخدوا بعضهم وبيرجعوا للمدينة، وبيلاقوا الشرطة اقتحمت كل البيوت اللي في المدينة وفتشت كل الناس اللي هناك في محاولة من الشرطة إنهم يلاقوا أي أثر للأسلحة، لكن طبعا محاولتهم دي بتفشل لان توماس مخبي الاسلحه في المخزن. وفي الوقت ده البيكي بليندرز بيعملوا اجتماع بسبب اللي الشرطه عملته في الناس، لان معظم الناس في المدينه بيدفعوا فلوس للبيكي بليندرز علشان يحموهم زي اتاوه كده، واللي الشرطه عملته ده ممكن يقلل من سمعتهم ويخلي الناس ما تخافش منهم وتبطل تدفع لهم الاتاوه. فبيطمنهم توماس ان هو هيحل المشكله دي وهيرد الضربه دي للمفتش كامبل في اقرب وقت، وبيسيبهم توماس وبيمشي. وبيروح توماس يوم رجالته يجمعوا كل صور الملك اللي موجوده في المدينه، وبياخد الصور دي كلها وبيحرقها، وبيجيب صحفي يصور اللي بيحصل، وكمان بيجبر الصحفي ان هو يكتب على الصوره دي ان اهل المدينه هم اللي عملوا كده، واهل المدينه عملوا كده احتجاجا على اللي الشرطه عملته فيهم. وطبعا تاني يوم الخبر بينتشر في الجرايد والدنيا بتتقلب، وبيتفاجئ كامبل بمكالمه تليفون من الوزير وبيتكلم معاه بخصوص اللي حصل، وبيفضل الوزير يزعق لكامبل على اللي هو عمله في المدينه وعلى اللي حصل بسببه، وبيأمره الوزير ما يكررش اللي هو عمله ده تاني علشان المره الجايه ممكن تحصل ثوره وهم مش عايزين كده. فبيتضايق هنا كامبل من طريقه كلام الوزير معاه، لكن طبعا ما بيكونش قدامه حل غير ان هو يوافق على اوامره ويسكت. وبعدها بيبدأ كامبل يفكر مين اللي ممكن يكون عمل كده، وبيبدأ يفكر في كلام جريس ان توماس هو زعيم البيكي بليندرز الحقيقي، وبالتالي بيستنتج ان اللي عمل كده هو توماس، لان ارثر اغبى من ان هو يعمل حركة زي دي. وبكده بتبدأ الحرب ما بين كامبل وتوماس شيلبي بشكل فعلي. وفي نفس الوقت بيكون توماس بيتمشى بحصانه في المدينة وبيقابل جريس في الطريق، فبتوقفه علشان تطلب منه طلب. فبتقول له ان هي بتعرف تغني وبتحب الغنى جدا، وعايزه منه ان هو يسمح لها بالغنى في الحانه، لان كل حاجه ماشيه في المدينه اصلا باوامر توماس، وهو كان مانع موضوع الغنى ده نهائي. فبيقول لها توماس ان هو هيفكر في الموضوع ده ويرد عليها، ولحد ما يرد عليها عايزها تشتري فستان علشان في حفله كبيره هتتعمل نهايه الاسبوع، وهو عايز منها تحضر الحفله دي. وبيكون واضح هنا ان توماس بدأ يعجب بيها، رغم ان هو من ساعه ما رجع من الحرب ومنعزل عن العالم وما قربش لاي بنت، لكن بيكون حاسس ان جريس بنت مختلفة وبيبدأ يتشد لها ويقرب منها. وفي الوقت ده بتكون بولي قاعدة مع ايدا وبتتكلم معاها، وبتلاحظ بولي ان ايدا شكلها خايفة من حاجة ومخبية حاجة، فبتطلب بولي من ايدا ان هي تقول لها هي مخبية ايه عليهم. فبتعترف لها ايدا ان هي اكتشفت ان هي حامل في الشهر التاني، وان هي خايفة لحسن اخواتها يعرفوا ان هي حامل وتحصل مشكلة. فبتسألها بولي عن ابو الطفل اللي في بطنها، لكن ايدا بترفض تقول لها مين ابوه. فبتروح بولي تستدعي توماس وبتقول له اللي عرفته عن ايدا، وساعتها بيتعصب توماس وبيروح يقابل ايدا وبيسألها مين هو ابو الطفل.
فبتخاف إيدا منه وبتضطر تقوله إن فريدي هو أبو الطفل. فبيتعصب توماس وبيتضايق أكتر، لكن بيحاول يتمالك أعصابه وبيسيب إيدا وبيمشي وبيروح يقول لبولي على اللي عرفه. فبتقول لبولي يسيب لها الموضوع ده وهي هتتصرف فيه. فبيقول لها توماس لو هي ما قدرتش تتصرف تعرفه، وهو ساعتها اللي هيتصرف بمعرفته، وبيكون قصده ان هو هيموت إيدا ويموت فريدي. وعلشان كده بتتخانق بولي معاه وبتضربه وبيحصل جدال كبير بينهم. وتاني يوم بنشوف توماس وهو رايح يقابل المفتش كامبل بعد ما كامبل استدعاه. وفي البداية كامبل بيحيي توماس على ذكائه وعلى اللي عمله فيه وعلى المشكلة اللي حطه فيها مع الوزير. فبيعترف له توماس بمنتهى الثقة ان هو اللي عمل كده فيه، وكمان بيعترف له ان الاسلحة اللي هو بيدور عليها معاه ومحدش هيقدر يوصل لها غير لما هو يأذن بكده. وبيقول له ان هو عنده شروط علشان يرجع له الاسلحة دي، وما قداموش اي حل غير ان هو يسمع الشروط ويوافق عليها. وبيبدأ يقول له على شروطه، وبيقول له ان اول شرط عنده ان محدش من العساكر يقتحموا البيوت تاني ولا يتعرضوا لاي حد من المدينة، لان اهل المدينة دي تحت حمايته وحماية البيكي بليندرز. وكمان مفيش حد يقرب له، لا هو ولا اي حد من عصابته. وكمان بيهدده ان لو حصل اي حاجة ليه او لحد من اسرته هتتبعت الاسلحة دي للجيش الايرلندي، واللي في الوقت ده كانوا اكبر اعداء الحكومة الانجليزية، ووجود الاسلحة معاهم بيعرض الحكومة الانجليزية للخطر. وبيكون كامبل بيسمع كل طلبات وتهديدات توماس ليه وهو مصدوم منه ومن جرأته. وفي الاخر بيضطر كامبل يوافق على كل ده ويسمع كلام توماس، لان ما بتكونش فيه حاجة في ايده يقدر يعملها. وبعدها بيروح توماس يتكلم مع بولي اللي بتقوله ان هي لقت حل الموضوع إيدا وفريدي، والحل ده ان هما هيخلوا إيدا تهرب مع فريدي في الوقت المناسب من غير ما حد يحس بحاجة. وفي الاول بيكون توماس رافض الفكره، لكن ما بيكونش فيه حل غير ده قدامهم. وفي نفس الوقت ده بيروح كامبل لجريس وبيقول لها ان هو اكتشف ان كلامها صح وان توماس هو اللي ورا كل حاجه، وعلشان كده بيديها امر ان هي تقرب من توماس جدا علشان تعرف منه مكان الأسلحة. فبتوافق جريس على الأمر ده وبتبدأ تقرب من توماس وبتروح تقعد معاه في الحانة وبتبدأ تتكلم معاه وتتعرف عليه. وبيبدأ يتضح قد إيه توماس شخص محطم وإن هو ما عندوش مشاعر من أي نوع، ورغم كل قوته اللي ظاهرة للناس دي لكن هو هش جدا من جوه. فبتبدأ جريس تعجب بيه وبتحس بالانجذاب ليه، وإعجابها ده بعيدا عن المهمة اللي كامبل أمرها بيها. وتاني يوم بتروح بولي توصل فريدي وإيدا لمحطة القطر علشان يسافروا ويسيبوا المدينة، لكن فريدي بيرفض يسافر وبيقول لبولي وإيدا إن هو هيتجوز إيدا وهيعيشوا في المدينة دي ومش هيسافروا. ولما بترجع بولي لتوماس بتقوله على اللي حصل، فبيتضايق توماس وبيحس إن فريدي بيتحداه وبيكون عاوز يروح يقابله ويتعامل معاه بطريقته، لكن بولي بتفضل تهديه وبتطلب منه يديها فرصة كمان وهي هتحاول تحل المشكلة، ولو ما عرفتش المرة دي هتسيبه هو يتصرف. فبتروح بولي لفريدي وإيدا وبتديهم مبلغ كبير علشان يسافروا ويبدأوا حياتهم بعيد عن المدينة. وبتقول لفريدي ان دي اخر فرصة ليه علشان يفضل عايش، وبتحذره ان هو لو ما عملش كده هي مش مسؤولة عن اللي توماس هيعمله، وبتسيبه بعد كده وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بيروح توماس يتكلم مع ارثر بعد ما بيعرف ان هو قاعد لوحده وحزين جدا. فبيسأله توماس عن مشكلته وعن السبب اللي مخليه حزين. فبيقول له ارثر ان هو حاسس نفسه ملوش لازمة ومحدش بيحترمه ولا بيقدره، وده لان هو اخر من يعلم في كل شيء وكلهم شايفينه غبي وما بياخدوش رأيه في اي حاجة. فبيبدأ توماس يهون عليه ويصالحه وبيقول ان هو اهم شخص في العصابة، لكن الوقت ده عصيب على الكل، وان هو هيفضل زعيم البيكي بليندرز مهما حصل وتحت اي ظروف. وكمان بعدها بيشتري توماس حانة لاخوه ارثر علشان يفرحه، وده لان ارثر كان بيتمنى يبقى عنده حانة خاصة بيه من زمان، وعلشان كده توماس قرر يشتري له واحدة كمحاولة منه ان هو يخرجه من اللي هو فيه. وبيسيبه توماس يحتفل بالحانة وبيروح بعدها يقابل فريدي بعد ما فريدي طلب يقابله. وبيجي فريدي يتكلم مع توماس وقبل اي حاجة بيديله الفلوس اللي بولي كانت ادتها له علشان يسافر بيها. وبيطلع فريدي مسدسه وبيوجهه ناحية توماس وبيقول له ان هو مش عايز فلوسه وان هو مش هيسافر وهيتجوز إيدا وهيقعد معاها في المدينة. فبيتعصب توماس عليه وبيضربه وبيقول له ان هو اكتر واحد عارفه وعارف نواياه وفاهم كويس جدا ان هو عاوز يتجوز إيدا ويقرب منها علشان يبقى فرد من العصابة، لكن هو عمره ما هيكون فرد من البيكي بليندرز. وبيسيبه توماس وبيمشي وبيروح لبولي وبيقول لها على اللي حصل مع فريدي، وبيقول لها ان من اللحظة دي ملهاش علاقة بالموضوع ده تاني وهو اللي هيتصرف في الموضوع ده بنفسه. وتاني يوم بيجهز توماس نفسه وبيروح ياخد جريس بعربيته علشان تحضر معاه الحفلة زي ما قال لها، وبتكون جريس لابسة فستان وشكلها جميل جدا وده بيزود اعجاب توماس بيها.
وبيروحوا الاتنين للحفلة مع بعض وبيستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بنشوف توماس واخواته وهم راجعين للبيت بتاعهم وبيكتشفوا ان البيت اتسرق وهم مش موجودين، واللي سرقوا البيت بيكونوا هم العصابة اللي توماس وارثر ضربوهم. ورغم ان توماس واخواته بيتضايقوا جدا من اللي حصل ده، لكن توماس بيقرر يتعامل مع الموضوع بذكاء. فبيروح توماس يقابل زعيمة العصابة دي ويتكلم معاها بدون مشاكل، وبيعرض توماس عليها ان هم يرجعوا ليهم كل الحاجات اللي سرقوها من البيت عندهم، وفي المقابل هم مش هيعملوا معاهم اي مشاكل، لكن بالعكس هيحلوا الخلافات اللي بينهم ويتحالفوا كمان. وعلشان يأكد لها ان مش هيحصل اي غدر من ناحيتهم بيقول لها ان هو عنده اخ اعزب، واخوه الاعزب ده مستعد يتجوز اي واحدة من بناتها، وطبعا لو اتجوزوا مش هيبقى في اي مشاكل بينهم وهيبقوا حلفاء على طول. فبتوافق زعيمة العصابة دي على عرض توماس، لان هي كمان مش عايزة مشاكل معاهم، وكمان علشان تحالفهم مع البيكي بليندرز حاجة مفيدة ليهم جدا. ولما بيجي الليل بيروح توماس يتكلم مع المفتش كامبل بخصوص فريدي، وده لان كامبل عايز يقبض على فريدي علشان فريدي بيدعم الفكر الشيوعي، ودي كانت حاجة غير قانونية وقتها. وبيعرض توماس على كامبل ان هو يديله عنوان اكبر شخص شيوعي في المدينة في مقابل ان هو يتغاضى عن فكرة القبض على فريدي. ففي الاول بيكون كامبل رافض، لكن في النهاية بيوافق على عرض توماس. وقبل ما يمشي كامبل بيسأل توماس هيسلموا الاسلحة امتى، فبيقول له توماس لما يتأكد ان كل اللي هو عايزه تم ساعتها هيسلموا الاسلحة. وبيجي تاني يوم وبنشوف توماس وهو مجمع اسرته كلها علشان يبلغهم خبر مميز، والخبر ده ان هم بقى معاهم شهادة رسمية من الحكومة بانهم يقدروا يعملوا سباقات قانونية للاحصنة، لان هم كانوا بيعملوا السباقات دي ويراهنوا عليها لكن بشكل غير قانوني. لكن حاليا بفضل توماس وصفقته مع المفتش كامبل قدروا ياخدوا رخصة قانونية علشان يعملوا السباقات من غير مشاكل. وبعدها بيروح توماس يقابل جريس وبيعرض عليها تشتغل معاه وتبقى هي المساعدة بتاعته، بعد ما بقى كده شغله قانوني وكمان مترخص ويقدروا يعملوه في العلن وقدام اي حد. فبتوافق جريس على طول على عرض توماس لان هما بيكونوا بدأوا يقعوا في حب بعض. وبتعدي الايام وفي يوم بنشوف توماس وهو واخد اخواته ورايحين للعصابه التانيه علشان اخو توماس الاعزب يتجوز واحده منهم، وبالفعل بيتم الجواز ورسميا بيبقوا حلفاء وبيفضلوا يحتفلوا مع بعض بالخبر ده. لكن فجاه واثناء الاحتفال بتحس ايه ان هي هتولد خلاص، فبيرجعوا للبيت على طول علشان يولدوها. واثناء الولاده بيقرر توماس يستدعي فريدي علشان يبقى موجود وقت الولاده، وبالفعل بيجي فريدي وبيحضر الولاده وبيلاقي ايه ولدت ولد وبيكون فرحان بيه جدا، لحد ما فجاه وبدون سابق انذار بتوصل الشرطه للمكان وبتقبض على فريدي، رغم ان توماس اتفق مع كامبل ان هو ما يقبضش على فريدي. لكن بيجي الضباط وبيقبضوا عليه وتوماس ما بيقدرش يعمل حاجه. وساعتها بولي بتتضايق وبتروح تضرب توماس لانها بتعتقد ان ده كان فخ من توماس علشان يتم القبض على فريدي. لكن توماس ما بيكونش فاهم حاجه وما بيبقاش عارف ازاي الشرطه او المفتش كامبل عرفوا ان فريدي موجود عندهم في البيت. وهنا بنكتشف ان جريس هي اللي بلغت الشرطه بوجود فريدي وخلتهم يجوا يقبضوا عليه. وبتعدي الايام وبنشوف جريس وهي مساعدة توماس وبتكون ماسكة الحسابات زي ما قال لها، لان رغم اللي حصل ده توماس مشكش فيها علشان بيحبها ومخليها مسؤولة عن حسابات العصابة كلها. فبتلاحظ جريس ان كل فترة بيروح مبلغ معين للشخص المفروض ان هو اتقتل على ايد البيكي بليندرز نفسهم، وطبعا الموضوع ده بيكون غريب بالنسبة لها وبيخليها تستغرب جدا، وبتقرر تروح تدور في الموضوع وتفهم ايه اللي بيحصل. فبتروح تتكلم مع اغبى شخص في العصابة واللي هو ارثر علشان تفهم منه اللي بيحصل. وبالفعل بيقع ارثر بالكلام وبيعرفها ان هم زيفوا موت الشخص ده والشخص ده لسه عايش. فبتبدا جريس هنا تفكر يا ترى مين الشخص المدفون مكانه طالما هو لسه عايش. وبتقدر جريس تستنتج بذكائها ان الاسلحه ممكن تكون موجوده في قبر الشخص ده. وبالفعل بتروح جريس تبلغ كامبل باللي عرفته وبتقول له على استنتاجها. فعلى طول بيروح كامبل بمجموعه من العساكر لقبر الشخص ده وبيحفروا هناك وبيقدروا يلاقوا الاسلحه. وبيكون كامبل في قمه السعاده بعد ما نفذ المهمه، لان اصلا الحكومه بعتته عشان المهمه دي. وبعد ما بتنتهي المهمه بيروح كامبل يتكلم مع جريس وبيقول لها ان هو بيحبها من البدايه، لكن ما كانش قادر يقول لها حاجه غير لما المهمه تخلص، وعلشان كده بيعرض عليها الجواز بشكل رسمي. لكن هي بترفض عرضه بكل احترام وبتقول له ان هو يستاهل واحده احسن منها. لكن كامبل ما بيتقبلش الرفض وبيسألها لو هي بترفضه علشان وقعت في حب توماس. فبتسكت جريس وما بتردش عليه. وساعتها بيتأكد كامبل من شكوكه وبيتضايق وبيحس بالغيرة من توماس.
وبيقرر كامبل ان هو يقبض على توماس بحجة ان هو بيعمل حاجات غير قانونية هو وعصابته. وبياخد كامبل مجموعة من العساكر وبيروحوا يقبضوا على توماس، لكن جريس بتروح لتوماس وبتهربه قبل ما كامبل والعساكر يوصلوا له. ولما بتفشل المهمة دي بيقرر كامبل ياخد الأسلحة ويمشي ويشيل جريس وعصابة البيكي بليندرز من دماغه. وبتعدي الأيام وبنشوف توماس واخواته بعد ما أسسوا شركة قانونية مع بعض علشان ما يكونش في حاجة تدينهم ويبقوا ماشيين في السليم. وبيجمع توماس الأسرة وبيقول لهم على الخبر ده، وكمان بيقول إن هو قرر يهرب فريدي من السجن، وده علشان يصالح إيدا وبولي واللي بيكونوا زعلانين منه جدا، وبيكونوا لسه معتقدين إن هو السبب أصلا في حبس فريدي. وبالفعل بيحرروا فريدي وهو في عربية الترحيلات. وكمان بيروح توماس لجريس وبيعترف لها بحبه، وهي كمان بتعترف له بحبها، وبيتفقوا ان هم يعيشوا مع بعض على طول. وفجأة بيقاطعهم أرثر علشان يقول لتوماس ان في عصابة تانية في المنطقة جايين، والعصابة دي ناويين يهجموا عليهم. والعصابة دي بتكون عصابة شخص اسمه بيلي، واللي هو كان مسؤول عن سباقات الأحصنة في المدينة، واللي عصابة البيكي بليندرز أخدوا منه كل حاجة بعد ما بقت معاهم شهادة رسمية لسباقات الأحصنة. وهو بيكون جايب رجالته وجاي علشان ينتقم منهم. والمفاجأة ان كامبل هو اللي بيكون بيدعم عصابة بيلي، وكمان ممولهم بكل الأسلحة اللي يحتاجوها علشان يخلصوا على عصابة البيكي بليندرز. وكمان بيروح كامبل يتكلم مع الضابط المسؤول عن المدينة وبيأمره ما يتدخلش في المعركة اللي هتحصل بين العصابتين مهما حصل. وبالفعل بيروح بيلي وعصابته لهناك، وبيكون توماس وأرثر جمعوا كل العصابة واللي فريدي دلوقتي بقى من ضمنهم. وبيروحوا بعد كده يقابلوهم، والبيكي بليندرز بيحاولوا يحلوا الموضوع بشكل ودي بدون مشاكل، لكن بيلي بيرفض يوصل لأي حل وبيضرب توماس بالنار. ورغم كده بيقاوم توماس لأن هو متعود على الإصابات دي بسبب الحرب اللي شارك فيها. وبيقوم توماس يضرب بيلي بالنار وبيخلص عليه فورا. وبيقول توماس لعصابة بيلي يمشوا وهم مش هيعملوا لهم حاجة وهيوفروا لهم الحماية، فبيسيبوا أسلحتهم وبيمشوا. وبيعدي الموضوع بأقل الخسائر وما بتحصلش معركة زي ما كان متوقع. والبيكي بليندرز بعد كده بياخدوا توماس وبيطلعوا الرصاصة منه وبيعالجوه. وفي نفس الوقت ده بيعرف كامبل باللي حصل، وبيكون مصدوم ومش مصدق ان البيكي بليندرز قدر يوانجو برضه، وده بيخليه يتضايق اكتر ويحط البيكي بليندرز في دماغه بشكل اكبر. وفي الاثناء دي بتتجمع العصابه وبيحتفلوا بموت بيلي وبكل النجاحات اللي هم وصلوا لها، لان بكده ما بقاش في حد ينافسهم في مجال سباقات الاحصنه ولا اي مجال تاني حتى، ويعتبروا كده سيطروا على المدينه كلها بكل اللي فيها. ومن اللحظه دي مفيش حد يقدر يقف قصادهم وقصاد طموحاتهم، وطموحاتهم دي لسه ممتدة للمواسم اللي جاية. وبيخلص الموسم الأول من المسلسل. بيبدأ الموسم الثاني من المسلسل بعد مرور سنتين من أحداث الموسم الأول، واللي قدرت فيه عصابة البيكي بليندرز تسيطر على مدينة بريمنجهام وقدرت تخليها تحت سيطرتها تماما. وبتكون كل الأوضاع كويسة مع البيكي بليندرز، وبدأوا يتوسعوا في شغلهم ويكبروا أكتر وأكتر، لحد ما في يوم فريدي جوز إيدا بيتوفى بسبب فيروس كان منتشر وقتها. وبنشوف توماس وأسرته وهم موجودين في جنازة فريدي وبيحاولوا يواسوا إيدا ويخففوا عنها. وبيروح توماس يتكلم مع أخته وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم وتجيب معاها ابنها بدل ما تعيش لوحدها في مدينة لندن، وكمان علشان هو ناوي يتوسع في شغله في لندن وده ممكن يعرضها للخطر من العصابات اللي موجودة هناك. لكن إيدا بترفض تسيب بيتها وبتقرر تفضل في مدينة لندن، وبترفض عرض توماس وبتودعه وبتمشي. فمش بيرضى توماس يضغط عليها، وبيقرر يبعت مجموعة من رجالته وراها علشان يحموها من غير ما هي تعرف. وبعد الجنازة بيمشي توماس وبيروح للحانة بتاعت أخو أرثر، وتعتبر حالا الحانة دي تخص العصابة كلها. وهنا بيتفاجئ إن الشرطة موجودة في المكان لأن الحانة تم تفجيرها أثناء غيابهم ومحدش عارف مين الفاعل. وبيجي ظابط يسأل توماس لو هو شاكك في حد معين، لكن توماس ما بيهتمش وبيقوله إن التفجير ممكن يكون بسبب تسريب في الغاز، وبيخلي الظباط يمشوا. وبيعرف توماس فيما بعد إن عصابات لندن هم اللي ورا تفجير الحانة، وده بعد ما شهرة البيكي بليندرز سمعت هناك والكل بقى يعرف عنهم وعن تجارتهم، وكمان علشان هم كانوا ناويين يتوسعوا في لندن ويبدأوا يشتغلوا فيها على كبير. والتفجير ده كان تحذير ليهم مش اكتر. ورغم كده ما بيتأثرش توماس نهائي، وبيعمل اجتماع عائلي علشان يتكلم مع اسرته، وهناك بيتكلم توماس معاهم وبيبلغهم باللي هو عارفه، وبيقول لهم ان في خلال الفترة دي هينقلوا معظم شغلهم في لندن حتى بعد التفجير والتحذير اللي حذروه ليهم. وبيقول لهم توماس لو في اي حد خايف من الحرب اللي هيدخلوها مع العصابات دي يقدر ينسحب دلوقتي، لكن طبعا محدش بيمشي وكلهم بيدعموه في قراره.
فبيطلب منهم توماس يجهزوا نفسهم لانهم هيبداوا شغل في لندن من تاني يوم، وكلهم بيستغربوا لكن محدش فيهم بيعترض برضه، وبيروحوا فعلا يجهزوا نفسهم. ولما بيمشوا بتروح العمة بولي تتكلم مع توماس وبتسأله عن سبب استعجاله على شغلهم في لندن، فبيقول لها توماس ان هو بقاله فترة بيدرس اكبر عصابتين في لندن، واللي هم العصابة الايطالية والعصابة اليهودية، وعارف ان في مشاكل وخلافات كبيرة بين العصابتين، وبقالهم 6 شهور في معارك وحروب، وان الفترة دي هي احسن فترة ليهم علشان يدخلوا لندن ويبدأوا يشتغلوا فيها. وبيعرفها خطته اللي هي انه هيساعد العصابة اليهودية في القضاء على العصابة الايطالية، وبعد ما يقضوا على العصابة الايطالية هم ياخدوا مكانهم في المدينة. وتاني يوم توماس بياخد اخواته وبيروحوا للكازينو بتاع العصابة الايطالية، واللي زعيمها بيكون اسمه سابيني، وبيدخلوا للمكان وبيبدأوا يستفزوا مجموعة من افراد العصابة الايطالية لحد ما بتقوم خناقة ما بينهم وما بين توماس واخواته، وبيقدروا يضربوا معظم افراد العصابة الايطالية، وبيقدروا يثبتوا وجودهم في لندن، وبيخوفوا منهم العصابات كلها من قبل حتى ما يبدأوا الشغل في لندن. وبعد ما الخناقة بتخلص بياخد توماس اخواته وبيمشوا من المكان ولا كأن في حاجة حصلت. ولما بيرجعوا للبيت بولي بتتخانق مع توماس على اللي هو عمله في الكازينو، علشان هو ما كانش معرفها ان هو هياخد اخواته ويروحوا يتخانقوا مع عصابة سابيني، وكمان هيتخانقوا في الكازينو بتاعهم. وبتقوله ان هي كانت فاكراه اذكى من كده، وكانت معتقدة ان هو هيساعد العصابة اليهودية من بعيد من غير ما يتدخل، وما كانتش متخيلة ابدا ان هو ممكن يروح يعمل مشكلة مع العصابة الايطالية في قلب ارضهم. فبتقول لبولي ان بالشكل ده هو اعلن الحرب على العصابة الايطالية، وسابيني اكيد مش هيسكت على اللي حصل، وبتسيبه وبتمشي. فبيتضايق توماس من كلام بولي وبيخرج يتمشى شوية ويشم هوا، لكن وهو بيتمشى بيتفاجئ بمجموعة اشخاص بيهجموا عليه، وبيبداوا الاشخاص دول يضربوه بدون رحمة. فبيحاول يدافع عن نفسه لكن بيكون عددهم كبير وبيقدروا يسيطروا عليه. وساعتها بيجي سابيني يتكلم مع توماس، وبيقول سابيني لتوماس ان الوضع في لندن مش زي اي مدينة تانية، وان هو لو فاكر نفسه زعيم عصابة في مدينة برمنجهام فهو في لندن دلوقتي، وفي لندن هو يعتبر مهرج ملوش لازمة. وبيأمر سابيني واحد من رجالته يخلص على توماس ويقتله، وبالفعل بيكونوا هيقتلوه ويخلصوا عليه، لكن في اخر لحظة بيتضرب عليهم نار، وساعتها سابيني بياخد رجالته وبيهربوا، وحرفيا بيتكتب لتوماس عمر جديد بسبب الشخص اللي ضرب نار على سابيني ورجالته. والشخص اللي انقذ توماس ده هو المفتش كامبل، وكامبل بيخلي رجالته ينقلوا توماس للمستشفى. وفي نفس الوقت ده في مجموعة من رجالة سابيني بيكونوا رايحين يخطفوا ايدا علشان يخلصوا عليها هي كمان، لكن رجالة توماس اللي كان بعتهم يراقبوا ايدا ويحموها بيتدخلوا في الوقت المناسب وبيقدروا ينقذوها من رجالة سابيني. وتاني يوم بنشوف كامبل وهو رايح يزور توماس في المستشفى، وبيعرفوا كامبل ان هو كان بيراقبه وهو اللي انقذه من الموت، لكن توماس ما بيكونش ممتن ليه ولا بيكون طايقه من الاساس بسبب الماضي اللي كان بينهم. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان توماس عارف ان حبيبته جريس كانت بتخونه وكانت بتتقرب منه علشان تاخد منه معلومات، ورغم ان هو عارف حقيقتها لكن ما قدرش يقتلها لان هو كان بيحبها جدا وخلاها تمشي وتخرج من حياته وخلاص. ومن ساعتها وهو ما يعرفش عنها حاجة، لكن الموضوع بيكون مأثر في حياته وبيخليه مش قادر يثق في اي حد حواليه. وبنرجع تاني لكلام كامبل وتوماس، وبنشوف كامبل وهو بيتكلم مع توماس وبيقوله ان هو عايزه في مهمة رسمية، وبيهدده كامبل وبيقوله ان هو لو ما نفذش المهمة اللي هيقوله عليها هيخلص عليه فورا. وطبعا بيضطر توماس ان هو يوافق على المهمة، وهنعرف ايه المهمة دي بالتفصيل كمان شوية. وبيجي الليل وبيخرج توماس من المستشفى رغم حالته الصعبة، وبيروح ياخد واحد من رجالته وبيتحركوا ناحية لندن. وبعدها بيوصل توماس للندن وبيروح يقابل زعيم العصابة اليهودية واللي بيكون اسمه ألفي، وده علشان يبقوا حلفاء ويواجهوا سابيني وعصابته مع بعض. وبيقعد توماس مع ألفي وبيكون ألفي مستغرب ازاي توماس لسه عايش، وبيسأله مين اللي أنقذ حياته من سابيني ورجالته. فبيوضح له توماس ان الشرطة هي اللي انقذته منهم لان هو بيدفع فلوس كتير للشرطة ويعتبر هو اللي بيتحكم في الشرطة. وبيبدأ توماس يعرض عليه ان هو يتحالف معاه لمواجهة العصابة الإيطالية والقضاء عليها، لكن ألفي بيقول له ان هو مجهز نفسه ومجهز عصابته ومش محتاج لأي حلفاء، خصوصا ان هو سمع ان البيكي بليندرز غدارين وملهمش امان. فبيحاول توماس يقنعه بالعكس وبيبدأ يعرض عليه عروض مغرية جدا علشان يخليه يغير رأيه، زي ان هو يبعت له 100 واحد من رجالته يأمنوهم ويأمنوا المصانع بتاعتهم، وكمان هيخلوا الضباط اللي في المنطقة ما يجوش جنبه وما يضايقوهوش هو وعصابته. فبالفعل بيعجب ألفي بالحاجات اللي توماس هيوفرها له وبيغير رأيه وبيوافق ان هم يبقوا حلفاء، وبكده يكون توماس عمل اللي في دماغه وقدر يدخل للندن بشكل رسمي ويبدأ شغل فيها هو وعصابته. وبعدها بيروح توماس يتكلم مع اخته ايدا بعد ما عرف من رجالته اللي حصل لها،
وبيقول لها توماس ان هو حذرها وقال لها قبل كده ان هي هتبقى في خطر ولازم تيجي تعيش معاهم، وان هي شافت بعينيها الخطر اللي هي فيه، وان هي كانت ممكن تموت في الليلة دي. وبيطلب منها تيجي تعيش معاهم للمرة التانية علشان هو مش ضامن ايه اللي هيحصل لها المرة الجاية. لكن إيدا بتفضل برضه مصممة على موقفها وبتفضل ان هي ما تسيبش لندن. فبيعرض عليها توماس ان هي تيجي تعيش معاه في لندن وهتعيش معاه في الفيلا بتاعته. وبيقول لها توماس ان هي بالشكل ده هتقدر تفضل موجودة في لندن زي ما هي عايزة، وفي نفس الوقت رجالته هيبقوا معاها علشان يأمنوها ويأمنوا الفيلا. وفي الأول بتكون إيدا رافضة الفكرة، لكن في النهاية بتغير رأيها وبتوافق وبتاخد منه مفاتيح الفيلا. وبعدها بيروح توماس يحتفل بعيد ميلاد بولي هو والأسرة كلها، وبيكونوا كلهم محضرين هدية لبولي، والهدية دي عبارة عن فيلا فخمة جدا اشتروها وكتبوها باسمها. وبيقعدوا يحتفلوا مع بعض وبولي بتكون في قمة الفرحة بالهدية. وبعد عيد الميلاد بيقعد توماس يتكلم مع بولي على انفراد، ومن الكلام بنعرف ان بولي زمان كانت مدمنة وحالتها النفسية والعقلية ما كانوش كويسين، وساعتها كان عندها ولد وبنت صغيرين، لكن للأسف الحكومة خدتهم منها بسبب ان هي كانت مدمنة ونقلوا اولادها لدار ايتام. ومن وقتها وهي ما تعرفش عنهم اي حاجة وما تعرفش ايه اللي حصل لهم بعد كده، لكن هي بتتمنى تشوفهم مرة تانية. والمفاجأة بقى ان توماس امر رجالته يدوروا ورا دار الايتام دي ويعرفوا ايه اللي حصل لاولادها. وبيطمنها توماس ان قريب جدا هتسمع خبر حلو عن اولادها وهتشوفهم تاني. وبتكون بولي طايرة من الفرحة والفرحة مش سايعاها. وبالفعل بعد كام يوم بيعرف توماس مكان ابن بولي وبيكون اسمه مايكل. وبيعرف توماس كمان ان للأسف بنت بولي اتوفت ومايكل بس هو اللي عايش. وبيكون مايكل عايش مع أسرة اتبنته من هو صغير، فبيروح توماس لبيت الأسرة دي علشان يقابل مايكل. وبيقابل أم مايكل بالتبني، وأول ما بتعرف ان توماس من أسرة مايكل الحقيقية بترفض تتكلم معاه وبتكون عايزة تطرده بأي شكل، لأن هو يعتبر جاي ياخد منها الشخص اللي هي بتربيه وبتعتبره في مقام ابنها. وبيكون توماس مقدر اللي هي فيه وبيفضل ساكت رغم وقاحتها معاه. وبيروح يدي عنوانه لمايكل وبيقول له يجي على العنوان ده لو هو عايز يشوف امه. وبيسيبهم بعد كده وبيمشي. وبيرجع توماس لبولي وبيقول لها على اللي هو عرفه على ان بنتها توفت، لكن بيحاول يواسيها ويطمنها ان هو عرف مكان ابنها وراح قبله كمان، لكن أسرته بالتمني مش هيرضوا يتخلوا عنه، وعلشان كده لازم يستنوا لما هو يكمل ال 18 سنة ويبقى شخص بالغ ساعتها ويقدر ساعتها ياخد قرار يعيش معاهم أو لأ. لكن بولي بتتعصب أول ما بتسمع الكلام ده وبتبقى زي المجنونة، لأنها بتعرف إن ابنها لسه عايش وبعيد عنها، وبتكون عايزة تعرف مكانه بأي شكل وتروح تاخده من الأسرة اللي اتبنته بالقوة. فبيحاول توماس يهديها من الحالة اللي هي فيها ويفهمها إن اللي هي بتفكر فيه ده مش حل للمشكلة، لكن بولي بتتعصب زيادة وبتطلع المسدس وبتوجهه ناحية توماس وبتطلب منه يقول لها على مكان الأسرة اللي اتبنت ابنها. فبيقول لها توماس بمنتهى الهدوء ان لو هي قتلته مش هتعرف مكان ابنها نهائي، وبيحاول يهديها باي شكل. فبالفعل بتهدى بولي شويه وبتتمالك اعصابها وبتسيبه وبتمشي. وبتعدي الايام وفي يوم بتتفاجئ بولي بان مايكل ابنها جاي لغايه عندها علشان يشوفها ويشوف اسرته الحقيقيه، بعد ما فكر في عرض توماس وقرر يجي يقابلهم على العنوان اللي سابهوله. وفي الاول بولي ما بتقدرش تتعرف عليه، لكن لما بيعرفها بنفسه الفرحة ما بتكونش سايعاها وبترحب بيه جدا وبتضيفه عندهم. وساعتها بيجي توماس واخواته ويتعرفوا على مايكل وبيقعدوا معاه وبيقضوا وقت لطيف سوا. وبعد مرور كام يوم بيروح توماس للمفتش كامبل علشان يعرف منه تفاصيل المهمة اللي هو عايزه فيها، والمهمة دي بتكون عبارة عن قتل ضابط انجليزي كبير في البلد. وبيفهموا كامبل ان الضابط ده ضابط فاسد، لكن هم مش قادرين يمسكوا عليه اي حاجة، وعلشان كده قرروا انهم يقتلوه ويقضوا عليه بعيد عن القانون. لكن وعلشان هو ضابط انجليزي ويعتبر واحد منهم ما ينفعش هم اللي يعملوا كده او حتى يظهروا في الصورة باي شكل من الاشكال، وعلشان كده قرروا يتعاونوا مع توماس، لان لو زعيم عصابة قتل ضابط الموضوع مش هيكون ملفت، وباختصار مفيش ناس كتير هتهتم بالموضوع، لان وقتها كانت في مشاكل كتير بين الضباط وبين العصابات. ورغم ان المهمة دي بسيطة شوية ومش معقدة، لكن توماس بيكون رافضها في البداية. فبيحاول كامبل يقنعه بأي طريقة غير العنف، لأن هو هدده بالقتل قبل كده والقتل ما جابش معاه نتيجة. وبيقرر كامبل إنهم يوصلوا لاتفاق بهدوء، وبالفعل بيعرض كامبل تسهيلات كتير لتوماس بخصوص تجارته في لندن. فلما بيعرف توماس إن شغله هيكبر وهيتوسع أضعاف بيغير رأيه وبيوافق على المهمة على طول. وبتعدي الأيام وفي يوم توماس بيجمع إخواته وكل أسرته علشان يحتفلوا سوا، والاحتفال ده بيكون بمناسبة انضمام مايكل ابن بولي للعصابة بشكل رسمي، وبقى خلاص واحد من البيكي بليندرز. وده بعد ما مايكل قرر
فبيقرر يفضل معاهم وينضم لهم ويبقى واحد منهم ويسيب اسرته اللي اتبنته. وساعتها بيتجمعوا كلهم وبيستمتعوا بوقتهم. وتاني يوم بنشوف توماس وهو بيتكلم مع بولي وارثر وبيكون محضر لهم مفاجأة، والمفاجأة دي ان هو هيوسع شغله وهيبدأ يشتغل في الخمور مع ألفي زعيم العصابة اليهودية. فكلهم بيفرحوا لانهم ما كانوش قادرين يشتغلوا في الخمور قبل كده، لكن حاليا وبسبب تعاونهم مع العصابة اليهودية هيقدروا يكبروا شغلهم اكتر. فبيتفقوا ان ارثر هو اللي يدير مجال الخمور دي مع ألفي، وبتكون كل حاجة ماشية تمام مع البيكي بليندرز، وبيبدأوا يتشهروا في كل حتة في لندن وبيكبروا تجارتهم. لكن المفاجأة ان في نفس الوقت ده بيروح سابيني زعيم العصابة الإيطالية يتكلم مع ألفي، وبيكون سابيني رايح يتكلم معاه علشان يحلوا المشاكل اللي بينهم. وده بعد ما حس ان هو وعصابته في خطر بسبب وجود البيكي بليندرز، فقرر يرجع العلاقات مع العصابة اليهودية ويحل كل المشاكل اللي بينهم علشان يفضل موجود والبيكي بليندرز ما ياخدوش مكانه. وفي الأول بيكون ألفي متمسك بموقفه وبيكون مش عاوز يتصالح مع سابيني وعصابته، ولكن سابيني بيعرض عليه فلوس ومشاريع كتير فبيغير رأيه وبيتصالح معاه. وبيقرر ألفي ان هو يتعاون مع سابيني ويخرجوا البيكي بليندرز تاني من لندن. وتاني يوم بيروح ارثر يخلص شغل الخمور مع ألفي، فبيتفاجئ ان ألفي ورجالته بيغدروا بيهم، وساعتها ألفي ورجالته بيقتلوا واحد من افراد البيكي بليندرز، وبعدها بيبلغوا الشرطة ان ارثر هو اللي قتل الشخص ده، وبيضربوه وبيكتفوه لحد ما الشرطة بتوصل وبتقبض الشرطة عليه. وفي نفس الوقت ده بيكون كامبل راح هو ومجموعة من الجنود لبيت بولي علشان يقبضوا على مايكل ابنها، وده بعد ما كامبل لفق له تهمة علشان توماس لسه ما نفذش المهمة اللي هو طلبها منه. فلما بيعرف توماس بخبر القبض على مايكل بيروح يتكلم مع كامبل وبيكون متعصب وبيقول له ان اللي حصل ده ما كانش جزء من الاتفاق. فبيقول له كامبل ان هو اتاخر على تنفيذ المهمه وده برضه ما كانش جزء من الاتفاق. فبيحاول توماس يحسن موقفه ويعرفه ان الضابط اللي هو طلب منه يقتله ده عليه حراسه شديده وهو محتاج يخطط وياخد وقت علشان يقدر يخلص عليه. فبيقول له كامبل ان هو مش مهتم بكل ده وان هو عاوزه يخلص المهمه دي في اسرع وقت، وبيسيبه وبيمشي. ولما بيرجع توماس للبيت بيعرف اللي حصل لارثر هو كمان، وكمان بيعرف ان سابيني ورجالته تعاونوا مع العصابه اليهوديه وطردوا كل افراد البيكي بليندرز من لندن. فبيكون توماس مصدوم ومش مصدق كميه المصايب اللي بتحصل ورا بعض. فبيقرر هنا ان هو يهدى ويتعامل مع كل مشكله من المشاكل دي لوحدها علشان يقدر يحل كل المشاكل. لكن بولي ما بتكونش قادره تهدى زيه، وكل اللي هممها بيكون ابنها مايكل. فبتتعصب بولي على توماس علشان يلاقي حل ويخرج ابنها من السجن. فبيحاول توماس يهديها وبيقول لها ان هو هيخرج مايكل وارثر من السجن وان هو هيحل مشاكل الشغل كلها، لكن هي لازم تستنى شويه وتسيب كل حاجه لوقتها. لكن بولي ما بتهتمش بكلامه وبتكون عايزه تخرج ابنها من السجن باي ثمن. وعلشان كده تاني يوم بتروح بولي تقابل كامبل وبتتكلم معاه وبتترجاه يخرج ابنها من السجن في مقابل اي شيء يطلبه. فبيقرر هنا كامبل يستغل الوضع رغم ان كامبل كان هيخرج ابنها من السجن بعد ما توماس ينفذ المهمه، لكن كامبل لقاها مستعده تعمل اي حاجه. فبيقول لها كامبل ان هو هيخرج ابنها من السجن لو خلته يتقرب منها ويقضي ليله معاها. فاضطرت بولي ان هي توافق على عرضه. وتاني يوم بنشوف مايكل وهو خارج من السجن فعلا وبيلاقي امه مستنيه عند البوابه، لكن مايكل بيكون متضايق منها ومش عايز يتكلم معاها ولا يشوفها، وده لان السجن كله عارف امه عملت ايه عشان كامبل يخرجه من السجن، وكل اللي في السجن كانوا بيتنمروا عليه وبيعايروه بامه. وبيسيبها مايكل وبيمشي وهو حزين ومحبط. وفي نفس الوقت ده بيبعت توماس رجالته علشان يفجروا بيت الضابط اللي المفروض توماس يقتله، لكن الانفجار بيكون قريب من البيت ومش بيقتل الضابط، وبالعكس بيخلي الضابط يحس بالخطر ويتنقل لمكان تاني مؤمن اكتر وشديد الحراسة اكتر. ولما بيعرف كامبل بالخبر بيروح يقابل توماس وبيسأله عن اللي هو عمله. فبيقول له توماس ان هو فاهم دماغه من الاول وعارف مخططاته وفاهم كويس ان هو كان عايز يقتل الضابط جوه بيته علشان بعدها يقبض عليه بتهمة قتل الضابط ويعدمه ويضرب عصفورين بحجر، لكن هو مش هينوله اللي هو عايزه وهيقتل الضابط ده من غير ما يسيب وراه اي اثر. وبيعرفه توماس ان في سباق كبير هيتعمل في المدينة وان الضابط الانجليزي ده هيحضر السباق وهو ناوي يستغل الزحمة والدوشة ويخلص عليه وقتها، وعلشان كده بيطلب منه يبعد الشرطة عن السباق وما يخليش اي حد يتدخل. فبيوافق كامبل وبيسيبه وبيمشي. والمفاجأة ان اللي بيكون عامل السباق ده هو سابيني وعصابته، وبيكون توماس هو كمان ناوي يضرب عصفورين بحجر، وده لان توماس عارف ان سابيني خان ألفي وضحك عليه وان ألفي هو اكتر شخص خسر في كل اللي حصل. وعلشان كده توماس رجع علاقاته مع ألفي مرة تانية وتعاون معاه، واتفقوا هما الاتنين انهم يخلصوا على سابيني ورجالته اثناء السباق اللي سابيني هيعمله في المدينة، وان بعد ما يخلصوا على سابيني هيمضوا عقود رسمية تخليهم شركاء بشكل رسمي، لان
العقود دي هتضمن ليهم هما الاتنين ان هما يفضلوا شركاء ومش هيغدروا ببعض مرة تانية. والاهم من الشراكة ان توماس اتفق مع ألفي ان هو يخليه يسحب البلاغ اللي قدمه هو ورجالته في ارثر، وبالفعل بيخرج ارثر من السجن وبيتم تبرئته من تهمة القتل بعد ما ألفي وعصابته وسحبوا البلاغ اللي ضده. وبعد ما بيخرج ارثر بينضم لتوماس وباقي العصابة وبيبدأوا كلهم يجهزوا نفسهم علشان يخلصوا على سابيني وعصابته، وبيطمنهم توماس ان المهمة هتكون سهلة وانهم مش هيواجهوا اي صعوبة لان الشرطة مش هتتدخل، وده طبعا بسبب اتفاقه مع كامبل. وبالفعل بعد ما بيجهزوا نفسهم بيروحوا كلهم للسباق، وهناك توماس بيخلي واحدة ست تستدرج الضابط الانجليزي بعيد عن السباق علشان يقدر يقتله من غير ما حد يحس، وبالفعل بتستدرجه الست دي لبعيد، وساعتها بيروح له توماس وبيهجم عليه وبيبداوا يشتبكوا مع بعض، وبعد قتال طويل بيقدر توماس يخلص عليه وبينفذ المهمة. وبعدها بيروح توماس يقعد مع سابيني، وفي نفس الوقت بيكون ارثر وباقي عصابة البيكي بلندرز بيخلصوا على رجالة سابيني، وبيفضل توماس يتكلم مع سابيني ويحكي له على اتفاقه مع ألفي وعلى ان هما الاتنين اتفقوا يقضوا عليه تماما. فبيتعصب سابيني وبيكون عايز يقتل توماس لكن ما بيقدرش يعمل حاجة لان الشرطة بتكون ملت المكان بعد ما الضابط الانجليزي اتقتل. فبيعرض توماس على سابيني ان هو ياخد الباقي من رجالته ويمشوا من لندن بهدوء بدل ما يقتلوهم ويخلصوا عليهم. فبيضطر سابيني ان هو يوافق على عفو توماس وياخد رجالته ويمشي بعد ما خسر كل حاجة. وفي نفس الوقت ده بيروح كامبل يطمن السلطات ان الضابط الانجليزي اللي كانوا عايزين يخلصوا عليه اتقتل، فبيعتقد كامبل كده ان هو خلص مهمته وكل حاجة تمام، لكنه بيتفاجئ ان بولي جاية تقابله علشان تنتقم منه لان هو استغلها، وبتضربه بولي بالنار وبتخلص عليه وبتمشي من المكان وهي فرحانة لانها اخدت حقها وحق كل الاشخاص اللي كامبل ظلمهم. وبيجي الليل والبيكي بلندرز بيجمعوا كلهم في حانة ارثر بعد ما جددوها بعد التفجير اللي حصل فيها، وبيتجمعوا وبيفضلوا يحتفلوا ان هم خلاص قدروا يحققوا اللي كانوا بيحلموا بيه، وبيكونوا قدروا يسيطروا على نص مدينة لندن بالاشتراك مع العصابة اليهودية، والصيت بتاعهم بيكبر اكتر واكتر في البلد كلها. لكن كل ده بيبقى مقدمة للمواسم اللي جاية لان في مفاجآت كتير في الموسم الثالث والرابع، وبيخلص الموسم الثاني من المسلسل. بيبدأ الموسم الثالث من المسلسل بعد مرور سنتين من أحداث البيكي بلندرز في لندن، وبعد ما كل حاجة بقت مستقرة مع العصابة وشغلهم بقى ماشي كويس، فقرر توماس زعيم العصابة في الوقت ده إن هو يتجوز. وبنشوف توماس وهو موجود في الكنيسة علشان يخلص مراسم الجواز، وبنكتشف إن هو بيتجوز حبيبته جريس، وبنعرف إن جريس سافرت لنيويورك واتجوزت هناك بعد ما توماس اكتشف خيانتها ليه، لكن فيما بعد جوزها مات ورجعت جريس للمدينة مرة تانية وراحت لتوماس واعتذرت له على كل اللي هي عملته، واعترفت له ان هي لسه بتحبه وندمان على كل اللي عملته معاه. وبالفعل ارتبطوا فترة وبعدها خلفت جريس منه ولد صغير سموه تشارلي، وعلشان كده توماس قرر يتجوزها واليوم ده بيكون يوم جوازهم. وبعد ما بيخلصوا مراسم الجواز في الكنيسة بياخدوا صورة جماعية للذكرى وبيروحوا كلهم بعدها يحتفلوا الجواز في قصر توماس. وقبل ما يبدأوا الاحتفالات توماس بيجمع أسرته وبيشدد عليهم وبيقول لهم محدش يعمل أي مشاكل مع أسرة جريس، وده لأن أسرة جريس كلها ضباط وعساكر في الحكومة الإنجليزية. وبعدها بيدخلوا كلهم للحفلة وبيستمتعوا وقتهم وبيقضوا وقت لطيف سوا. واثناء الحفله بيجي شخص روسي يتكلم مع العمه بولي وبيقول لها ان هو عاوز يقابل توماس ضروري، فبيضطر توماس يخرج من الحفله ويروح يقابل الشخص الروسي ده بره. وبنعرف من كلامهم ان في شغل بين البيكي بلندرز وبين الروس، وده لان في الوقت ده كانت في حروب في روسيا بين القاده النبلاء وبين الاشخاص اللي بيدعموا الاتحاد السوفيتي. وساعتها استغل توماس الوضع ده واشتغل مع القاده النبلاء، وكان بيورد توماس اسلحه للقاده دول علشان يحاربوا بيها الاتحاد السوفيتي. والشخص الروسي ده بيكون تبع القادة النبلاء وبيكون جاي يسلم توماس عربون لصفقة أسلحة، ورغم ان توماس كان موافق على الصفقة وما عندوش مانع فيها لكن بيكون متعصب ومتضايق، وده لان هم سابوا كل الايام وجايين يتفقوا معاه على الصفقة يوم فرحه، وكمان علشان الفلوس ما بتكونش موجودة مع الشخص الروسي ده وبتكون الفلوس موجودة مع واحدة من القادة النبلاء، والست دي بتكون مستنياهم في محطة القطر والمفروض توماس يروح يقابلها، لكن توماس بيرفض يسيب فرحه وبيقرر يبعت مأمور الاسم بنفسه علشان يجيب له هو الفلوس من المحطة. وبنلاحظ ان توماس بقى متحكم في المدينة كلها باسم الشرطة بالظباط اللي فيه كمان، وكلمته في الوقت ده بتكون بتمشي على الكل. وبالفعل بيروح المأمور يجيب الست دي لقصر توماس
وعلشان توماس متعصب منهم بيستقبلها بمنتهى الوقاحة وبيكلمها بطريقة وحشة جدا، وبياخد منها الفلوس وبيقول لها ان هو هيسلمهم الأسلحة لما يخلص اللي وراه، وبيسيبها وبيمشي مع اخوه ارثر. وفي الطريق بيتكلم ارثر مع توماس وبيدردش معاه بخصوص الشغل مع الروس، وبيقول ارثر لتوماس ان الروس غدارين وما كانش ينفع يشتغلوا معاهم ولا يعملوا معاهم اي صفقات. لكن توماس بيكون لسه متضايق وبيتعصب على ارثر، وبيقول له ان الشغل مع الروس هيعود عليهم بفلوس كتير، وبيقول له هو متعصب ان هو عارف بيعمل ايه كويس ومش محتاج منه اي نصايح. فبيزعل ارثر وبيسيبه وبيمشي، وبيروح ارثر لمراته اللي بيكون اسمها ليندا، وبنعرف ان ليندا دي متدينة جدا وبعيد تماما عن كل الحاجات الغير قانونية اللي البيكي بلندرز بيعملوها. وبنلاحظ ان ليندا بدأت تأثر على ارثر، ومن ساعة ما اتجوزها وهو ندمان ودايما حاسس بالذنب على الحاجات اللي هما بيعملوها، وبيتمنى ارثر ان هو يبطل شغل العصابات لكن ما بيكونش عارف يعمل كده ازاي. فبيحاول يتعايش مع الوضع على قد ما يقدر ويستنى الوقت المناسب علشان يبعد عن الكلام ده كله. تاني يوم بنشوف توماس وهو رايح للمينا علشان يتكلم مع رئيس العمال اللي موجود هناك، وده لان في عربيات مصفحة واسلحة كتير تبع الجيش الانجليزي موجودة في المينا. وبيكون توماس رايح لرئيس العمال علشان ياخد منه مفاتيح الرصيف اللي الاسلحة موجودة فيه، وده علشان ياخد الاسلحة والعربيات المصفحة ويروح يسلمها هو للروس. وبنلاحظ ان توماس ما بقاش يهمه جيش ولا حكومة وما فيش حد قادر يقف في وشه ولا في وش البيكي بلندرز. وفي البداية رئيس العمال ده بيكون رافض يدي لتوماس مفاتيح الرصيف لان الحاجة دي في عهدته وهو المسؤول عنها، لكن بعد ما توماس بيهدده بالقتل بيغير رأيه وبيوافق على مساعدة توماس. وبعدها بيروح توماس يقابل شخص اسمه هوجو، وهوجو ده بيكون هو الوسيط بين توماس وبين القادة النبلاء، لكن هوجو بيرفض يتفاوض مع توماس لان هو ما بيكونش مصدق ان توماس معاه الاسلحة والعربيات المصفحة فعلا. فبيتضايق توماس وبيطلب منه يقابل كبير القادة النبلاء والمعروف بلقب الدوك. وفي الاول بيكون هوجو رافض الفكرة او مش عايز توماس يقابل الدوك، لكن لما توماس بيفضل مصمم على موقفه بيضطر هوجو يدي لتوماس عنوان في لندن وبيقول له يروح يقابل الدوك هناك. وفي نفس الوقت ده بيكون ارثر قاعد مع اخوه الصغير واللي اسمه جون، وكلهم بيكونوا متجمعين ومفيش اي مشاكل لحد ما بيجي لهم شخص ايطالي اسمه شانجريتا. وشانجريتا ده بيكون من ضمن عصابة سابيني، وبيقول لهم شانجريتا ان من ساعة اللي حصل مع زعيمهم سابيني وهم في حالهم وما بيعملوش اي مشاكل، لكن في كذا فرد من عصابة البيكي بلندرز بدأوا يضايقوهم ويوقفوا شغلهم. وبيكون شانجريتا جاي يشتكي لارثر وجون علشان يحلوا الموضوع بشكل ودي، وبيطلب منهم ان هم يسيبوهم في حالهم ومحدش يجي جنبهم، لكن جون ما بيهتمش بكلامه وبيفضل يستفزه وبيبدأ يقلل منه ويعرفه ان هو ما يقدرش يعمل اي مشاكل اصلا. فبيتعصب شانجريتا جدا وبيقول لهم ان هو حاول يحل المشكلة معاهم بهدوء وهم اللي رفضوا كده، وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بتروح بولي تتكلم مع جون بعد ما بتعرف اللي هو عمله مع شانجريتا، وبتقول له بولي يروح يعتذر له ويصلح العلاقات معاه، وده لان هم مش عايزين يدخلوا في حرب تانية مع الايطاليين لان الحروب والمعارك بتخسرهم كتير. لكن جون بيرفض يسمع كلامها وبيقول لها ان الايطاليين خايفين منهم من ساعة اللي حصل مع سابيني ومش هيقدروا يعملوا اي حاجة. فبتتضايق بولي من طريقة جون وبتقرر تخوفه طالما الكلام العادي مش جايب نتيجة معاه، وبتهدده بولي ان هي هتبلغ اخوه الكبير توماس وتوماس هيتصرف معاه بطريقته. فبيتضايق جون وبيتعصب عليها وبيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بيكون توماس قاعد مع الدوك وبيتكلموا مع بعض بخصوص الصفقة، وبيقول له توماس ان هو عارف ان حالتهم المادية صعبة وان هم خسرانين فلوس كتير وده بسبب الحرب اللي هم فيها مع الاتحاد السوفيتي. وبيسأله توماس وبيقول له طالما حالتهم المادية صعبة هيقدروا يدفعوا له باقي فلوسه ازاي. فبيقول له الدوك ان اللي هو سمعه ده مجرد اشاعات وان هم اللي نشروا الاشاعات دي بنفسهم لان ده جزء من خطتهم في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي. وعلشان الدوك يطمن توماس اكتر بيطلع له جوهرة وبيديها له وبيقول له يعتبرها جزء من ثمن الصفقة، وبيطمنه ان هم معاهم جواهر كتير وان هو هيدفع له ثمن الصفقة مجوهرات. وبالفعل بيطمن توماس شوية وبياخد منه الجوهرة وبيسيبه وبيمشي. وفي الأثناء دي بيكون جون لسه متعصب من كلام بولي وتهديدها ليه، وعلشان كده بيروح جون يهجم على ابن شانجريتا وبيضربه وبيعمل له إصابة قوية في عينه وبيخليه أعور. وأثناء ما هو متعصب بيقول له إن هو بيضربه بأمر من البيكي بلندرز وبيسيبه وبيمشي. ولما بيعرف توماس باللي حصل بيعمل اجتماع وبيجمع الأسرة كلها، وعلى
وعكس المتوقع توماس بياخد صف جون وبيقول لهم ان اللي جون عمله ده هو التصرف الصح، وبيوضح لهم توماس ان الاعتذار للايطاليين كان هيقلل من العصابه، وكمان كان هيخلي الايطاليين يبطلوا يخافوا منهم وهيبداوا يتوسعوا في شغلهم اكتر، وطبعا هم مش عايزين حد ينافسهم في السوق. وبيأمرهم توماس يحرقوا كل الحانات بتاع الايطاليين علشان يفتكروا مكانتهم كويس وما يفتكروش ان البيكي بلندرز ضعفوا. وفي نفس الوقت ده بيعرف شانجريتا باللي جون عمله في ابنه، وطبعا بيتضايق وبيتعصب وبيقرر ينتقم من البيكي بلندرز وينتقم من توماس بالتحديد. وده لان جون قال لابن شانجريتا وهو بيضربه ان هو عمل كده فيه بامر من البيكي بلندرز، وده خلى شانجريتا يستنتج ان توماس هو اللي ادى الامر لجون، وعلشان كده بياخد قرار ان هو ينتقم من توماس نفسه. وفي الاثناء دي بيكون توماس قاعد يتكلم مع جريس، ومن كلامهم بنعرف ان توماس قرر يفتح جمعيه خيريه علشان ده هيعمل صوره كويسه ليه قدام الناس، وبيكون محتاج يطلع بصوره كويسه لان هو ناوي يترشح لانتخابات مجلس الشعب ومحتاج الناس تنتخبه. وبيكون توماس ناوي يعمل حفله كبيره يوم افتتاح الجمعيه الخيريه، وهيعزم في الحفله دي اهم الاشخاص في البلد، وعلشان كده بيدي توماس هديه مميزه لجريس علشان تلبسها يوم الحفله، والهديه دي عباره عن سلسله فيها الجوهره اللي توماس خدها من الدوك، وبتعجب جريس بالسلسله جدا، وبيكون واضح ان هما لسه بيحبوا بعض ومبسوطين سوا. وبتعدي الايام وفي يوم الحفله بنشوف توماس وجريس وهما بيستقبلوا الحضور المهمين بنفسهم، وبتكون كل حاجه ماشيه تمام ومفيش اي مشاكل، لحد ما فجاه وبدون سابق انذار بيظهر واحد من رجاله شانجريتا وبيطلع مسدسه علشان يخلص على توماس وينتقم منه، وبيضرب نار على توماس لكن للاسف الطلقه بتيجي في جريس، وساعتها ارثر وجون بيهجموا على الشخص ده وبيضربوه وبيخلصوا عليه، لكن توماس بياخد جريس في حضنه وبيفضل يطلب المساعده وبيكون منهار ومش قادر يتمالك نفسه، وللاسف بتتوفى جريس لان الطلقه اصابتها في مكان خطير. وبعد مرور اسبوعين بنشوف توماس وهو قاعد لوحده وحزين جدا لان هو كان بيحبها جدا، ولما بيرجع توماس للقصر بتاعه بيجي اخواته يتكلموا معاه ويحاولوا يهونوا عليه، وعلشان يواسوه بيطمنوه ان هم قتلوا ابن شانجريتا وعدد كبير من الايطاليين اللي كانوا موجودين، ومفيش غير كام واحد بس اللي قدروا ينجوا، وللاسف منهم شانجريتا نفسه. ولما بيعرف توماس كده بيتعصب وبيأمرهم يقلبوا الدنيا على شانجريتا ويجيبوه ليه باي ثمن. وبتعدي الايام وفي يوم ارثر وجون بيقدروا يوصلوا لشانجريتا بمساعده الشرطه، وبياخدوه تحت تهديد السلاح وبيودوه لقصر توماس. وبالفعل بيجي توماس يشوف شانجريتا وهو مربوط وحالته صعبه، لكن توماس ما بيكونش ناوي يقتله وبيكون ناوي يعذبه بابشع الطرق الممكنه ويخليه يتمنى الموت. وشانجريتا لما بيعرف كده بيفضل يتوسل لتوماس علشان يرحمه، وطبعا توماس ما بيكونش مديله اي اهتمام، وبيبدا توماس يعذب فيه قدام اخواته اللي من ضمنهم ارثر، لكن المفاجاه ان ارثر ما بيقدرش يستحمل وما بيقدرش يشوفه وهو بيتعذب، وبيطلع مسدسه وبيخلص عليه وبيرحمه من العذاب. وبيقول ارثر لتوماس ان اللي هو كان عايز يعمله ده اسلوب همجي وحرام، فبيقف توماس مكانه وهو مصدوم ومش مصدق اللي حصل، وبيفضل ساكت ومش بيتكلم. وبيجي الليل وبيروح توماس يقعد مع الدوك واسرته من القاده النبلاء علشان يتفق معاهم هيسلمهم الحاجه ازاي، ومن ضمن الاشخاص اللي بيكونوا موجودين معاهم هو هوجو، وهوجو هو اللي كان وسيط بين القاده وبين توماس، وبيتفق توماس معاهم على طريقه معينه للاستلام. وبعد ما بيخلص كلامه بيطلب من بنت الدوك تيجي معاه توصله للبوابه علشان يمشي، وبالفعل بنت الدوك بتروح توصله للباب، لكن المفاجاه ان توماس بيقول لها ان هوجو الوسيط اللي بينهم شغال مع الاتحاد السوفيتي، وبيوضح لها توماس ان طريقه التسليم اللي هو اتفق معاهم عليها مش هي طريقه التسليم الحقيقيه، وان هو كان بيقول كده علشان يخلي هوجو يوصل اخبار غلط للاتحاد السوفيتي. وبيقول لها ان هو مش هيسلمهم اي حاجه غير لما يدوله اذن ان هو يخلص على هوجو او حتى هم يخلصوا عليه بنفسهم، وبيسيبها وبيمشي. وتاني يوم بيجمع توماس اخواته علشان يقول لهم على خبر مهم، والخبر ده ان العمليه اللي هم شغالين فيها مع القاده النبلاء هي اخر عمليه ليهم، وان هم هياخدوا مبلغ كبير من ورا العمليه دي، والمبلغ ده هيتقسم عليهم كلهم بالتساوي، وبعدها هيوقفوا شغل العصابات وهيبداوا حياه جديده، وهيكون عندهم حريه الاختيار سواء يعيشوا مع بعض او كل واحد يعيش لوحده. والسبب اللي خلى توماس اتغير بالشكل ده هو انه كان واعد جريس ان العمليه دي هي اخر عمليه ليهم، وان هو هيوقف شغل العصابات ده وهيبدا حياه جديده معاها ومع ابنهم. وقرر توماس ان هو يحترم الوعد اللي وعدوا ليها بعد موتها ويربي ابنهم بعيد عن حياه العصابات.
واكتر واحد بيفرح بالخبر ده هو ارثر، لان هو كده كده كان عايز يوقف شغل، والباقيين كمان بيوافقوا على قرار توماس ومحدش منهم بيعترض. ولما بيرجع توماس لقصره بيلاقي بنت الدوق مستنياه هناك، وده علشان تبلغه ان الدوق وافق ان هو يخلص على هوجو، فبيشكرها توماس وبيعرفها ان هو هيخلص على هوجو بنفسه. وتاني يوم بيجهز توماس وبيروح يراقب هوجو وبيمشي وراه علشان يستنى اللحظة المناسبة ويخلص عليه، لحد ما بيدخل هوجو مبنى وبيدخل توماس وراه. لكن بيتفاجئ توماس ان ده فخ من هوجو ورجالته، وبيهجموا على توماس وبيسيطروا عليه وبيفضلوا يضربوا فيه لحد ما حالته بتبقى صعبة جدا. وساعتها بيجي هوجو يتكلم معاه وبيقول له لو عايز يفضل عايش ينفذ اللي هيقول له عليه، وبيقول له يروح للدوق بالليل ويفهمه ان كل المعلومات اللي قالها عن هوجو معلومات غلط، وان هوجو مش شغال مع الاتحاد السوفيتي، ويقنعه باي طريقه ان هوجو مخلص ليه. وبيهدده هوجو ان هو لو ما عملش كده هيخلص على ابنه تشارلي. وبعد ما هوجو بيخلص كلام بيخلي رجالته ياخدوه ويرموه قدام القصر بتاعه ويمشوا. ولما بيقوم توماس بيروح يقابل الدوق واسرته، وبيكون معاهم باقي القاده النبلاء، وبرضه هوجو بيكون من ضمن الموجودين. وساعتها بيقعد توماس معاهم وبيقول لهم كل الكلام اللي قالوا ليهم على هوجو غلط، وان هو عارف الاخبار دي من مجموعه اشخاص عايزين يخلصوا من هوجو، وهو للاسف صدقهم من غير ما يعرف اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا. لكن هو دلوقتي عارف الحقيقه، وعارف ان هو ظلم هوجو وواجب عليه يصلح صورته قدامهم. وبعد ما بيخلص توماس كلامه بيستأذن منهم وبيمشي، لان هو بيكون تعبان وحالته صعبه بسبب اللي هوجو ورجالته عملوه فيه. والدوق وكل القاده بيكونوا مستغربين من تغيير توماس، وما بيكونوش قادرين يفهموا ايه السر ورا التغيير ده. ولما توماس بيمشي من هناك بيروح لاخته ايدا وبيطلب منها توديه لاقرب مستشفى، وبالفعل بيتنقل توماس للمستشفى، وبنكتشف ان هو كان مصاب بارتجاج في المخ، لكن الاطباء قدروا ينقذوه قبل فوات الاوان. وبعد مرور 3 شهور بنشوف توماس بعد ما استرد صحته وقدر ينجو من الموت باعجوبه. وبيكون توماس قاعد مع واحد من رجالته وبيبلغه ان هو اشترى بيت جنب قصر الدوق مباشر، وبيأمر توماس يبدأ حفر في البيت ده في اسرع وقت ممكن. وبنكتشف ان توماس عارف ان المجوهرات والالماظ اللي الدوق كلموا عنهم قبل كده موجودين في سرداب القصر بتاعه، فقرر توماس ان هو يشتري البيت اللي جنب القصر ويحفر نفق يوصله بسرداب القصر علشان يقدر يسرق كل المجوهرات اللي فيه. وبعد ما بيخلص توماس كلامه بيلاقي الخدامه جايه تقول له ان الضيف اللي هو طلب حضوره ووصل ومستنيه في مكتبه، فبيروح توماس يقابل الضيف ده، وبنكتشف ان الشخص ده هو ألفي زعيم العصابه اليهوديه. وبيكون توماس استدعاه لان ألفي خبير في المجوهرات والالماظ، وبيجيبوا توماس علشان يخليه يعين المجوهرات بتاعه الدوق ويتاكد اذا كانت المجوهرات دي سليمه ولا مزيفه. وبيكون توماس مفهمه كل حاجه، وألفي بيوافق على مساعدته لان هو حالته بقت صعبه وخسر فلوس كتير هو وعصابته ومحتاج لاي فلوس. وبيقاطع كلامهم دخول ارثر للمكتب، واللي اول ما بيشوف ألفي بيفتكر اللي هو عمله فيه فبيتضايق وبيتعصب، لكن ألفي بيعتذر له وبيهديه علشان المهمه تكمل وما تحصلش بينهم مشاكل. وبيوضح توماس هو كمان لارثر ان مفيش حد بيفهم في المجوهرات في المدينه غير ألفي، وعلشان كده هم مضطرين يستحملوه وما يعملوش معاه اي مشاكل. فبيضطر ارثر ان هو يسمع كلامه ويمشي الدنيا. وتاني يوم بياخد توماس اخواته وبيروحوا لقصر الدوق علشان يعاينوا المجوهرات بحجه ان هم مش هيسلموهم السلاح غير لما يتاكدوا ان المجوهرات مش مزيفه. وطبعا الدوق بيتعاون معاهم وبيخليهم يدخلوا معاهم ألفي وبيعاينوا فعلا المجوهرات، وبيأكد لهم ألفي ان المجوهرات مش مزيفه ولا حاجه. وبيكون في غرض تاني من دخول توماس واخواته للسرداب غير معاينه المجوهرات، لانهم بيكونوا بيعاينوا المكان نفسه وبيعرفوا المجوهرات قد ايه والحراسه اللي موجوده في المكان عامله ازاي. وبعدها بيتفق توماس مع الدوق على كل حاجه تخص الصفقه وبيودعه وبيمشي. وبيروح توماس يجمع الاشخاص اللي هيحفروا في البيت وبيعرفهم يحفروا ازاي وفين، وبيحط لهم خطه كامله يمشوا عليها. وتاني يوم بنشوف توماس وهو موجود في افتتاح مؤسسه تعليميه باسم جريس مراته، والمؤسسه دي بتكون لتعليم الاطفال بشكل مجاني وبتكون زي صدقه على روح جريس. وبيكون توماس فرحان لان جريس كانت بتتمنى تفتح مؤسسه زي دي وتدرس للاطفال بنفسها، لكن للاسف ما لحقتش تعمل كده. فقرر توماس ان هو يكمل حلمها ويعمل هو المؤسسه دي بدلها. وبتكون كل حاجه ماشيه كويس لحد ما بيتفاجئ توماس ان هوجو جاي يقابله ويتكلم معاه، وبيقول له هوجو ان هو بيراقبه طول الوقت وان هو مش بيشيل عينه من عليه. وبيفكروا هوجو ان هو لسه ممكن يأذيه ويأذي ابنه في اي وقت ولازم يفضل تحت طوعه، لكن توماس ما بيردش عليه ولا بيديله اي اهتمام ولا كأنه موجود اساسا. وبيسيبه توماس وبيروح يكمل افتتاح المؤسسه، وبيستقبل الاشخاص المدعوين للافتتاح وبيرحب بيهم، وبيكون شايل ابنه تشارلي وبيتحرك بيه في كل مكان لحد ما بتيجي الخدامه تاخده منه علشان يعرف يتحرك ويتصور مع الحضور براحته. لكن بعد ما بيخلص تصوير بيتفاجئ ان الخدامه اللي اخدت منه
منه ابنه وابنه اختفوا. فبيقلق توماس وبيروح يدور عليهم برضه ولكن مش بيلاقيهم، فبيروح بسرعة يسأل اخواته، ولما بيعرف ان الولد مش معاهم هما كمان بيخاف جدا وبيبدأ يدور عليه زي المجنون، وكلهم بيبدأوا ينتشروا في المكان وبيفضلوا يدوروا عليه، لكن للأسف مش بيلاقوه، وبيكون توماس منهار تماما. فبيجيله أرثر يهديه من الحالة اللي هو فيها، وبيحاول يطمنه وبيقوله ان هما هيقلبوا الدنيا على تشارلي ومش هيسكتوا غير لما يلاقوه، وبيطلب منه يرجع على بيته ويهدى لحد ما هما يدوروا عليه. وبالفعل بيرجع توماس، لكن بيفضل قاعد على أعصابه وخايف على ابنه، لحد ما بيجي هوجو يتكلم مع توماس وبيعرفه ان هو اللي خطف ابنه. فبيقول له توماس ان هو مستعد يعمل اي حاجة ولكن ما يأذيش ابنه. فبيقول له هوجو ان هو عاوز منه حاجتين، الحاجة الاولى ان الاسلحة ما توصلش للدوق باي تمن، والحاجة التانية ان هو يجيب له كل المجوهرات اللي ناوي يسرقها من الدوق. فبيتفاجئ هنا توماس ان هوجو عارف ان هو ناوي يسرق المجوهرات، وبيكون توماس مستغرب هو عارف ازاي، لكن ما بيهتمش وبيوافق على طلباته علشان ما يأذيش ابنه. وبيجمع توماس اخواته وبيأمرهم يزرعوا قنابل في القطر اللي فيه الأسلحة اللي هيوصلوها للدوق، وبيقول لهم يفجروا القنابل دي في ساعة معينة علشان الأسلحة ما توصلش للدوق. وكلهم بيكونوا مستغربين من كلامه ومش فاهمين هو بيعمل كده ليه، لكن هو بيقول لهم ينفذوا اللي يقول لهم عليه من غير نقاش. وبيسيبهم توماس وبيمشي، وبيروح يقابل ألفي لأن هو كان متفق معاه يديله أسامي أشخاص هيشتروا المجوهرات منه، لأن وقتها ما كانش أي حد يقدر يشتري مجوهرات، وفي ناس معينة متخصصين في كده. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، وبيقدر توماس يستنتج من كلام ألفي إن ألفي هو اللي باعه وهو اللي قال لهوجو موضوع المجوهرات. فبيتعصب عليه وبيقول له إن ابنه اتخطف وممكن يموت بسببه، وبيهجم توماس عليه وبيضربه. فبيتدخل مساعد ألفي وبيكون هيقتل توماس، لكن في آخر لحظة بيتدخل مايكل ابن بولي وبيقتل مساعد ألفي، وبيفضل ألفي لوحده. فبيحاول ألفي يهدي توماس وبيقول له إن هو ما كانش يعرف إن هوجو هيخطف ابنه، وعلشان توماس يصدقه وما يقتلوش بيعترف له ألفي على مقر هوجو اللي كان بيقابله فيه على أمل إن ابن توماس يكون موجود هناك. فتوماس بيأمر مايكل يروح يدور على تشارلي في المكان ده، وبيروح توماس يحفر في النفق بنفسه مع العمال علشان يقدروا يسرقوا المجوهرات بسرعة. وفي الوقت ده مايكل بيوصل لمقر هوجو وبيبدأوا يدوروا على تشارلي، لكن مش بيلاقوا له أي أثر. وفجأة مايكل بيشوف هوجو قدامه، فبيهدده مايكل بالسلاح وبيحاول يعرف منه مكان الولد، لكن هوجو بيقدر يضربه وبيشتبكوا الاتنين مع بعض. وبعد قتال طويل بيقدر مايكل يقتله ويخلص عليه، وبعدها مايكل بيلاقي تشارلي وبياخده وبيرجع للبيت. وفي نفس الوقت ده بيكون توماس قدر يسرق كل المجوهرات من سرداب الدوق، ولما بيخرج من النفق بيعرف ان مايكل قتل هوجو وقدر يرجع تشارلي سليم. وساعتها بيفرح توماس جدا وبيرجع للبيت بسرعة علشان يشوف ابنه. وتاني يوم بياخد توماس المجوهرات وبيروح يبيعها بمبلغ كبير جدا، وبياخد الفلوس وبيرجع للبيت وبيجمع أسرته وبيعتذر لهم على كل اللي عملوا معاهم وعلى تعرضهم للخطر، وبيعتذر لأرثر على وجه الخصوص وبيقول له ان هو كان معاه حق لما حذره من الشغل مع الروس. وبيبدأ يشرح لهم توماس ان الدوق بيتحكم في الشرطة وفي القضاء وفي كل حاجة في المدينة، وان هو قدر بنفوذه وسلطته يثبت تهم عليهم كلهم، زي مثلا ان اخوات توماس متهمين بتفجير القطر اللي عليه الأسلحة، وان بولي متهمة بقتل المفتش كامبل، ومايكل متهم بقتل هوجو، وكلهم عليهم قضايا وتهم خطيرة، وكل القضايا دي ممكن تتسبب في اعدامهم. وبيقول لهم توماس ان هو الوحيد اللي ما فيش اي تهم ضده، لان هو ما كانش بينفذ اي حاجة بنفسه. وبيصرحهم توماس ان الشرطة هتقبض عليهم كلهم وما ينفعش يقاوموهم، وبيحاول يطمنهم وبيوعدهم ان هو هيخرجهم من السجن باي تمن، وان فلوس المجوهرات هتفضل معاه لحد ما يخرجوا كلهم من السجن بالسلامة. وقبل ما يخلص كلامه بتوصل الشرطة للمكان وبتقبض على اخوات توماس وعلى العمة بولي، وكمان ابنها مايكل بيتقبض عليه. وبيكون توماس واقف يتفرج على كل اللي بيحصل ده وهو محبط ومفيش اي حاجة في ايديه يقدر يعملها. وبيفضل توماس لوحده وبيبدأ يفكر هيعمل ايه في المصيبة دي. وبيخلص الموسم الثالث من المسلسل.